أن الله يفرح بعباده الصائمين. ولذلك في الحديث الصحيح اسمعوا، قال الله لملائكته: يا ملائكتي انظروا لعبدي هذا. شوفوا، هذا شرط. تخيل انك انت الان اللي جالس على الكرسي او انت او من يراني الان، ان الملائكة تقول هذا، انت يا سعود ويا خالد ويا محمد ويا فاطمة، انه يقال هذا ترك طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. طيب وش له يا رب؟ اشهدكم يا ملائكتي باني قد غفرت لهم. اشهدكم باني قد غفرت لهم. انت تغفر لك بسبب انك تركت الطعام والشراب والشهوة من اجل الله. ما يكفيك هذا الفرح. ابي بن كعب لما ناداه الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تعال تعال يا ابي. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ان الله انزل علي الان سورة البينة وقال: اقرأها على ابي بن كعب. ابي يقول: كنت واقف وطحت، قلت: يا رسول الله، اذكرني ربي باسمي في الملأ الاعلى؟ قال: نعم، ذكرك باسمك بالملأ الاعلى. ثم سقط وجلس يبكي. انت تذكر في الملأ الاعلى اذا كان صيامك وتركك للطعام والشراب والشهوة لأجل الله، فهذه نعمة عظيمة.